اول حاجه يا جريد 4 لازم نعرفها فرق بين كلمات كده كلها اولها بي ال. طيب مين هي الوردز او الكلمات دي؟ اول كلمه عندنا هي كلمه plant. حد يعرف يعني ايه plant؟ يزرع. يزرع او نبات. طيب plane. بلين طائرة. طياره plane. برافو عليكم. طب لو عندي بلان، ان حد يعرف بلان؟ طائرة. لا، كلمة بلان يعني خطة بلان. طب لما يكون عندي بقى بلانت، كوكب. كوكب بلانت. ركزوا بقى في الفرق بينهم. نبات بلانت، طيارة بلين، خطة بلان، كوكب بلانت. هيجي يسألك كده ان احنا نهتم بالكوكب بتاعنا. caring for our planet. مين فيهم كلمة planet؟ اهي planet، كوكب planet، محدش يتلخبط. plant، plane، plan، planet. دي بمعناها العناية، وجاية منها الفيرب care. care يعتني، يبقى caring العناية for our planet. واحنا عرفنا الفرق بين plant، plane، plan و planet. Good morning class. Today we will talk about. هنتكلم عن talk about how to keep our planet clean. هنا keep يا حبايبي verb بمعنى يحافظ، والباست بتاعه keep، يحافظ keep، حافظ kept. kept ازاي نحافظ على مين؟ our planet الكوكب بتاعنا. using keep our planet clean. clean يا حبايبي ليها معنيين. clean نظيف، وكلين ينظف. يعني clean adjective صفة بنوصف ان الكوكب ان هو نظيف، وكلين verb بمعنى ينظف. using the 3 R's. the 3 R's يعني 3 كلمات اللي فيهم R. what are the 3 R's؟ يعني ايه يا ميس 3 R's؟ they stand for. كلمة stand for ده verb بمعنى ترمز إلى. stand for يعني هو مثلا لو جاب لك كده ال MR، MR ده رمز مستر، ال MS ده رمز مس. يعني ايه كلمة ترمز ليه؟ stand for. امال stand لوحدها، stand لوحدها بمعنى يقف، لكن stand for يرمز ليه. وده بيفكرنا تاني بعيلة اسمها الأفعال المصطلحة أو الأفعال الاصطلاحية. هو verb فعل بنحط جنبه حرف جر بيدينا معنى فعل تاني. يعني مثلا stand يعني يقف. طب stand for يرمز ليه. طب stand up يقف. لكن stand for اتغير معناها خالص بمعنى يرمز ليه. يبقى عندنا النهارده بنتكلم عن caring. يعني ايه caring؟ يعني العناية for our planet كوكب planet. هنتكلم عن talk about يحافظ keep، يحافظ keep، حافظ kept، نظيف clean، وينظف clean. هنحافظ على الكوكب بتاعنا باستخدام 3RS. مين هي 3RS؟ they stand for. يعني ايه stand for؟ يرمز ليه. ال RS او الثلاث حروف اللي فيهم، الثلاث كلمات اللي فيهم R هي reduce، reuse، recycle. يبقى ال 3S هي اختصار لكلمات reduce، reuse، recycle. طب معناهم ايه يا ميس؟ reduce معناها useless، نستخدم أقل، تقليل. طب و reuse؟ reuse إعادة استخدام. طب و recycle؟ إعادة تدوير. يعني يا ميس لما نحنا نحط للفيرب بتاعنا re هنخليه بمعنى مرة تانية again. reduce يقلل، reuse يعيد استخدام، recycle يعيد تدوير. reduce يقلل، reuse يعيد استخدام، recycle يعيد تدوير. لا ايه جريد 4. what does reduce mean؟ يعني قول لنا كده يا ميس يعني ايه كلمة reduce؟ فكلمة mean يا حبايبي معناها معنى. دايما بيجيلنا كده في ال comprehension او قطعة الفهم، يجيب لنا كلمة تحتها خط ويقول لنا mean.
means معناها ايه، او يقول لنا opposite يعني عكسها. يبقى هنا كلمة mean معناها المعنى بتاعها. what does reduce mean؟ it means using less. ان انت reduce تقلل معناها ان انت تستخدم less، و less يعني اقل. for example don't waste يعني ايه don't waste؟ لا تسرف او لا تهدر او لا تضيع water or electricity. ما ينفعش لا نضيع المية ولا نضيع ولا نهدر الالكتريسيتي الكهرباء. يبقى هنا كلمة means معناها معنى less أقل، waste نضيع كهرباء electricity. يبقى ده تعريف كلمة مين؟ تعريف عندنا كلمة reduce يقلل reduce. يبقى and reuse. طب يا ميس مع عرفينا بقى مين هي reuse؟ reuse يعني نعيد استخدام. it means ده معناها using things again ان احنا نستخدم الحاجة again. يعني ايه again؟ يعني مرة تانية. زي ايه؟ like refilling. بصوا يا حبايبي احنا اتفقنا يعني ايه or يعني again مرة تانية. طب في verb اسمه fill يعني يملأ. طيب لو انا عايزة اقول اعادة ملء يبقى اقول refilling يعني نعيد ملء. refilling a bottle اللي هي الزجاجة bottle instead of throwing it away. instead of دي كلمة هتلاقوها متكررة معاكم كتير قوي بمعنى بدلا من. يعني احنا نعمل refilling نملى البوتل الزجاجة بدلا من throwing it away، بدلا من احنا نرميها. يبقى ايه معنى كلمة reuse؟ اعيد استخدام. it means using things نستخدم things أشياء again like refilling. يعني ايه refilling؟ يعني نعيد ملء. refilling a bottle instead of بدلا من throwing it away. ويعني ايه throw away؟ يعني نرميها. طيب يبقى هنا عندنا معنى means مرة تانية again نعيد الملء refilling زجاجة bottle بدلا من instead of يرمي بعيد throw away. phrasal verbs. يعني ايه phrasal verbs؟ يعني افعال اصطلاحيه. طب مين حرف الجر اللي بيجي مع turn into؟ شايفينه هناك خالص اهو turn into. يعني ايه turn into؟ يتحول الى. يبقى معنى recycle that when we turn old things الحاجات القديمه into الى new ones. يعني معنى recycle يا حبايبي ان احنا نحول الحاجات الاولد القديمه into إلى new ones. كلمة turn يعني يلف، turn on يشغل، turn into يحول إلى. يبقى turn لوحديها يعني يلف، turn on معناها يشغل، turn into يعني يحول إلى. يبقى when we turn old things لما نحول الحاجات القديمة into new ones like paper or plastic. ان احنا نحول ايه؟ نحول البيبر اللي هو الورق or plastic اللي هو البلاستيك. remember تذكر. remember في كلمتين كده هتاخدوهم عكس بعض، كلمة remember و remind. هما مش عكس بعض، هما في فرق بينهم. remember يعني انا اتذكر من تلقاء نفسي، انا افتكر remember انا افتكرت حاجة. لكن remind هناخدها في lesson 2 بمعناها يذكر، حد يفكرني يبقى remind، انا افتكر لوحدي remember. يبقى remember و remind الاتنين بيفتكروا، بس واحد بيفتكر لوحده remember، واحد بيفكرني حد بيفكرني remind. remember تذكر class تذكروا يا فصل. you should apply. بص بقى كلمة apply معناها ايه؟ في كلمة اسمها يطبق، يعني هي مش قصدي يطبق الهدوم، لا كلمة apply معناها يطبق النظرية او يطبق الحاجة اللي اتعلمها. يبقى كلمة apply يعني يطبق بمعنى ينفذ. بتقول لهم ايه الميس بتاعتهم؟ you should apply تنفذوا او تطبقوا what you learned اتعلمتوه today at school and at home. تتعلموا الحاجات دي في المدرسة اللي انتوا طبقتوها تتعلموها في المدرسة وفي البيت to keep our planet clean عشان تحافظوا على الكوكب بتاعكم
clean، وكلين هنا بمعنى نظيف. ردوا عليها وقالوا لها ايه؟ we will miss. طبعا احنا هنعمل كده يا ميس.